أصبحنا وأصبح الملك لله. صباحكم ورد مع فنجان القهوة الصباحي المعتاد. أنا كنت وعدتكم بدي أعملكم فيديو عن موضوع الفيتامينات المهمة اللي المفترض أنه كل امرأة من بعد ال30 تاخدها، ولما بتصيروا لسه بعد ال40 بصير المهم أكتر وأكتر. موضوع مهم أنكم أنتوا تاخدوا. طبعا انا ما بدي اياكم تخافوا من المنظر، لانه انا عارفه انه انتوا المنظر شايفينهم كتير، بس الواحد كل ما بيقرا اكتر كل ما بيحاول انه هو يتثقف اكتر. فانا مع القراءات والاشياء اللي عم اشوفها واسمعها اكتشفت انه موضوع الملتي فيتامين اللي انتوا غالبيتكم العظمى ممكن تكونوا عم تاخدوه شبه ما منه أي فائدة، والجسم ما بيقدر 100% يمتصه. فأنتوا ممكن تنزلوا تسوق تلاقوا ملتي فيتامين خاص بالمرأة، خاص بالناس الكتير كبار بالعمر، خاص بالرجل، لكن هن فعليا جسمك مو قادر يمتص 3/4 المكونات تبعيته، غير انه النسب اللي فيه مهما زيدوها بتكون كتير ضعيفة. فأنا فضلت اني انا كل فيتامين جايبته بشكل أو بآخر لوحده، إضافة لبعض الأشياء اللي أنا شايفة بأنه هي مهمة. طيب نبتدي أول شيء بقصة المغنيسيوم اللي هو يعتبر من الفيتامينات اللي كتير مهم أنه إحنا ناخدها. المغنيسيوم طبعا حوالي حوالي 5 أنواع. أوكي، يعني مو انتوا تشوفوا شغله مكتوب عليها مغنيسيوم وتاخدوها وخلاص، لازم تنتبهوا شو نوع المغنيسيوم اللي انتوا عم تاخدوه، لانه مثل ما قلت المغنيسيوم حوالي 5 أنواع. في انواع بتتاخد الصبح، وفي انواع بتتاخد بالليل، في انواع بتبقى مخصصه للعضلات، في انواع بتبقى مخصصه للدماغ، في انواع بتبقى متخصصه بالاعصاب. كل واحد وله نوع. انا شخصيا باخد نوعين، باخد ثيرونات وباخد المغنيسيوم جلايسينات. المغنيسيوم جلايسينات بيتاخد فقط في الليل، لانه هو بيرخي الاعصاب وبيرخي الجسم وبيحطكم في حالة من الهدوء، فهو بشكل او باخر بيساعد على النوم، فهذا بيتاخد بالليل. عندكم المغنيسيوم الالثيرونات، يعتبر من اهم واغلى انواع المغنيسيوم. هذا بيتاخد في النهار لأنه هو متخصص بصحة الدماغ، بيساعد على التركيز، بيساعد على النشاط الدماغ بشكل عام، بيساعد على الذاكرة، فهو بشكل أو بآخر هو ممتاز لصحة الدماغ. بيجي نوعين، نوع بيجي حبوب، اللي أنا هلأ حاليا شوي عم أحاول أوقف أو خفف من كمية الحبوب، لأنه بعرف أنه كمية كبيرة انه واحد يقعد يبلع كل هاي حبوب، وعم استعيض عنها بقصة الباودر. هدول باودر هن النوعين، طعمتهم مثل طعمة العصير، حتى ممتازين بشكل او باخر للاطفال، عشان لو انتم حابين تعطوا اولادكم يعني. بس طبعا هي بيجي جواتها في سكوب صغيرة هالقد، الاطفال بتعطوهم حسب عمرهم. يعني انا شخصيا بنتي بعطيها ربعة، يعني حتى ما بوصل للنص، الربع. مثل ما قلت لكم طعمته بالضبط طعمة عصير. هاي النوعين بيجي بنكهات، يعني تروبيكال بانش، بنانا، مدري شو، فبيجي كتير نكهات منه. فهن يعني هتلاقوا طعمتهم لذيذة لو انتم حابين تستغنوا عن قصة الحبوب الكتير اللي انتم ممكن تاخدوها. الاشياء بقى اللي مهم انكم انتم لازم تدخل جسمكم، عندكم المالتي مينرالز اللي هي المعادن المشكلة. المعادن لازم يبقى مكتوب عليها كلمة شيلتد مثل ما انتم شايفين، وإلا أنواع المعادن اللي بتكون جوا ممكن تتعارض مع بعض وفي الآخر الجسم ما يمتصها. فكلمة شيلتد مينرالز يعني هن حاطين المعادن اللي بتتناسب مع بعضها، فانتبهوا لهي النقطة. بيجي نوعين، نوع ايرون فري اللي هو من غير حديد، ونوع بيجي مع الحديد. انا شخصيا باخده من غير حديد، لاني انا بطبخ اصلا بطناجر اللي هي الحديد المزهر بتتسمى بالعربي. فانا اوريدي عم اخذ كميه من الحديد من الطناجر اللي بتدخل، لانه نسبه منها في الاكل، فعشان هيك انا اخذتها من غير حديد. من الاشياء اللي تعرفت عليها مع الدكتور كريم، عندكم جذور المكة، مهمة كتير لصحة المرأة وهرمونات المرأة، وفي إلى فوائد أخرى. انتوا حاولوا تبحثوا عنها إذا انتم مهتمين، لأنه هذا يعني ما بدي أعمل فيديو كتير طويل. جذور المكة مهمة جدا لصحة المرأة، وعلى فكرة حتى لصحة الرجل، هي بتوازن الهرمونات بشكل عام، وفي إلى فوائد أخرى. من الأشياء كمان اللي تعرفت عليها عندكم
هذا بقى نسيت اسمه معلش بالعربي، بس انتوا لو دورتوا عليه هتلاقوه. بالانجليزي اسمه سيلمارين كومبلكس. هذا ممتاز لصحة الكبد. في عندكم الاشياء اللي باخدها انا بشكل يومي، عندكم الشيلاجايت. هلا طبعا الشيلاجيت، هلا طبعا هن هتلاقوا عليهم مكتوب بعضهم حبتين وبعضهم 6 وبعضهم 4 باليوم، بس انا بشكل او باخر عم اخذ حبة فقط، فعم باخد شيلاجيت حبة في اليوم. عندكم هدول اللي هن الكلوريلا والسبيرولينا، بيجوا من الطحالب البحرية، واللي بيحب السوشي هتحسوا طعمتهم عاملة مثل السوشي. هن مفترض 6 باليوم، بس أنا باخد حبتين حبتين منهم. هن الاثنين يعني بشكل أو بآخر يعتبروا نفس الفوائد، بس مع فروقات بسيطة. طبعا مليانين كلوروفيل لأنه لونهم أخضر بحت، ومن الأشياء اللي كمان تعتبر جدا مهمة لصحتكم لأنه بتمنع حتى عنكم الالتهابات وبتزيد من المناعة، وهي من الأشياء اللي يعتبر كتير مهمة. عندكم الاشواجندا. الاشواجندا يعني هلا في ناس بتقول خدوها الصبح سوري بالليل، لانه هو بيهدي كمان الاعصاب، بس انا شخصيا بصراحه باخده الصبح لانه بيهدي الاعصاب، فبيخفف من فكره انه الواحد يضل معصب طول اليوم. فانا الاشواجندا صراحه هي ما بستغني عنها، باخد كمان حبه واحده في اليوم. شو كمان يا ربي، هذا مو الي. هدول انتوا اقروا عنهم، لانه انا في اشياء انا عم اجربها. يعني هذا الكرانيتين اللي هو بيشتغل على فكرة كمان موضوع الاعصاب والدماغ وكذا، فانا يعني عم باخده. في عندكم فيتامين سي. فيتامين سي من الاشياء اليومية المهمة اللي لازم تاخدوها، بس انتبهوا بانه لازم يكون مكتوب عليه فيتامين سي كومبلكس، لازم يكون مكتوب كلمة كومبلكس. كلمة كومبلكس هي اللي موجودة مهمة، لانه الفيتامين سي اللي موجود في السوق اللي هو مثل هدول مثلا، هلا انا هذا وقفته، شايفين طالما مو مكتوب عليه كومبلكس فمعناتها جسمكم اصلا مو قادر يمتصه. اوكي، شو كمان؟ هاي الالثيرانين، هاي للقلق، الناس اللي بتضل حاسة عندها قلق وحاسة بيعمل منج للستريس. فيتامين د، انا باخد فيتامين د. كلياتنا طالما انتوا عايشين بالخليج عندكم نقص، اوكي؟ مو لازم توصلوا حالكم لمرحلة انه يصير عندكم نقص جديد ووجع بقى بالعضلات ووجع بالاعظام ووجع بالجسم وخمول لحتى تبتدوا تاخدوا فيتامين د. فيتامين د نقصه حتى بيزيد الوزن، خلي بالكم. فانا باخد فيتامين د، ولازم تاخدوا فيتامين د مع كي2. ودائما الافضل انكم لما تاخدوا فيتامين د تاخدوا كمان مع مغنيسيوم، يعني فيتامين د والمغنيسيوم بيتاخدوا مع بعض. فيتامين سي والكولاجين بيتاخدوا مع بعض. اتمنى تمسكوا ورقه وقلم اللي مهتم مشان يكتب. برجع بعيد، فيتامين د والمغنيسيوم بيتاخدوا مع بعض، فيتامين سي والكولاجين بيتاخدوا مع بعض. اوكي، فيتامين د اللي بيحتاج وسط دهني، يعني بمعنى آخر لازم تاخدوه مثلا في وقت الصبح تكونوا فاطرين واخدين شيء فيه دهون، او مثلا مثل ما انا احيانا بعمل، انا ممكن احط معلقه صغيره زبده مع قهوتي، او معلقه صغيره من زيت جوز الهند مع القهوه. المهم انه لازم يكون في بالموضوع وسط دهني لو الفيتامين سي تبعكم حبوب. لو هو اصلا جيلي، في نوعين بيجي حبوب، وفي نوع اخر بيجي بتحسوها مثل حبايه الجيلي اللي مليانه زيت، نفس فكره اوميجا 3. هاي ما بتحتاج انكم تاخدوها مع وسط دهني لانه هي اصلا حاطينها بالزيت. اوكي، بس فيتامين د ضروري تاخدوا ما لا يقل عن 10,000 وحده باليوم. واي حدا بيقولكم رح يعملكم تسمم، لا تصدقوه، لانه انا صار لي سنه عم باخد يوميا 10,000 وحده باليوم، ومع هيك كل ما بفحص بلاقي لسه نسبه فيتامين د ما وصلت اصلا ولا حتى 60%. فلا تقلقوا من موضوع فيتامين د، لانه جسمكم بيستهلكوا كتير، والافضل تاخدوا ما لا يقل عن 10,000 وحده في اليوم. بس رجاء لا حدا بكره يقول انت قلتي، يعني ابحثوا بنفسكم. اوكي، رجاء تبحثوا بنفسكم. السي او كيو هذا انزيم بيحافظ على صحة القلب. انا كمان مشان الشعر والجلد والاظافر وهيك، انا ما بحب اخذ الفيتامينات اللي مكتوب عليها شعر والجلد، انا باخذ هيك اللي هو عندكم الزنك مع الكوبر والكلب. الكلب كمان نوع من انواع الطحالب اللي انتم ممكن تشتروه لوحده، بيجي مثل السيزونينج، يعني كأنه ملح، بتحطوه كأنه ملح، بسموه كلب، اسمه كلب. كمان من الاشياء اللي كتير مهمة للصحة. انا باخد زنك وكوبر لوحدهم،
قلت لكم عن فيتامين سي. شو كمان يا ربي؟ هذا كلورو مثل الكركم. او حطوا انتم كركم وريحوا راسكم. طيب انا ما بعرف، هذا نسيت لكم عليه. هذا هو عباره عن اليود اللي هو الايودين. انا ببتدي يومي ب3 دروبس مع كاسه مي قبل ما اشرب قهوه او قبل ما اعمل اي شيء. هو عباره عن دروبس ما له طعمه ولا بضايق المعده، ما بتحسوا فيه. فانا هذا باخده على الريق مع كاسة مي الصبح. الايودين هو اللي بيجي بالملح، بس طبعا لانه 3/4 انواع الملح حاليا مكرره فبتلاقيهم ضايفين عليها يود. هذا اضافه اني انا اصلا الملح المكرر الابيض اللي هو بيتباع بالسوق انا ما بشتريه. انا بستخدم نوعين من انواع الملح. بستخدم ملح الهيمالايا الصخري، وفي نوع تاني اسمه ستريك او كتريك. هذا شوف لكم الاسم بالضبط، نسيت شو اسمه. هداك ما شفته انا حاليا بالبحرين، بجيبه من اي هيرب حوالي نص كيلو ب3 وشوي دينار. اوكي، نوعين ملح اللي انا عم باخذهم، ومع هيك عم باخذ كمان معاهم ايودين. طبعا عندكم الكولاجين من الاشياء اللي كتير مهمه لصحه المراه، بس كمان انا هذا وقفته لانه غالبيه انواع الكولاجين عم تجي من السمك. انا حاليا جايبه نوع كولاجين باودر لانه بصراحه صار شوي اسهل من كميه الحبوب هاي كلها، وهذا بيتاخذ من البقر. اوكي، هذا كمان موجود في اي هيرب، كله انا بجيبه من اي هيرب. عندكم الاوميجا 3 انا كمان عم اخذهم، بس كمان انا بدي لكم هذا وقفته. هذا كمان حبوب يعتبر، وهلا استعاضت عنه بهذا النوع. هذا النوع جدا ممتاز، غالي بس ممتاز، اللي هو الكود ليفر اويل، اللي هو بيعطيكم. هذا سائل بتاخذوا مع الشاي في اليوم، وعلى فكره هو بطعمه الليمون. فانتوا اذا ما بدكم تاخذوها بهالطريقه، طبعا هو ابدا ما له طعمه سمك، يعني انتوا لما بتاخذوها فعلا ما بيطلع لكم غير طعمه الليمون. بس للي ما بيحب ممكن تحطوا معلقه مع السلطه، يعني معلقه اكل بقى، لانه انتوا هتبقوا اكثر من شخص. معلقه اكل مع السلطه. هذا بكفيكم كتير، يعني ضخم. يعني شوفوا قديش صار لي عم باخده، ومع هيك لسه فيه كتير. كمان من اي هيرب. اخر شيء بدي اشرح عنه هو موضوع البروبايوتيك. انا هلا حاليا جايبه نوعين. هذا يعتبر بروبايوتيك فيه حوالي 20 نوع من البروبايوتيك. هذا كمان لصحة المرأة، الايفنينج بروميس اويل، خاصة لما توصلوا لمرحلة ما قبل انقطاع الدورة. اوكي، هذا كتير مهم لصحة المرأة، بيتاخد بالليل. وقلت لكم على البروبايوتيك، وعندكم النوع الثاني من البروبايوتيك اللي انا هلا لسه حتى هتلاقوها مختومه، لسه جايبته ولسه ما جربته، اللي هو ال روتري. ال روتري هذا المفترض انه انا هلا بدي خمره مع زبادي. له طريقة للي مهتم بأنكم انتوا تروبوا زبادي لوحدكم في البيت، وبتحطوا مع حبة من هاي مع الإنولين. الإنولين هو المادة اللي بيتغذى عليها البكتيريا هاي، على أساس أنكم لما تقرروا تخمروا انتوا زبادي. ليه؟ لأنه أولا هذا ما رخيص، كتير غالي. ثانيا انتوا لما بتخمروه انتوا مع زبادي، فبدل ما مثلا الحبايه الواحده تعطيكم على افتراض مثلا 50 بليون، هتلاقوا هاي ال50 بليون بالزبادي تضاعفت ل6-7 مرات، وانتوا بتعملوا لكم مثلا زبديه كبيره تكفيكم حوالي اسبوع او اكثر، وكل يوم بتاخذوا بقى مثلا كاسه زبادي. فالحبايه الواحده بدل ما كانت حبايه ممكن تكفيكم الوحده اكثر من اسبوع، وراح تعطيكم اضعاف 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 الكميه اللي هن حاطينها. هاي بالنسبة لل روتري. وهاي الفيتامينات اليومية اللي احنا او انا شخصيا عايشة عليها، وبتمنى يكون هالفيديو فاتكم.